الحرب دمرت أغلب البلدان العربية، مشكلة النزوح لا يمكن الفرار منها، ولكن بعض البلدان والمناطق الآمنة فتحت القلوب قبل البيوت لهؤلاء النازحين، وسطروا مع أهاليها أجمل الأمثلة الإنسانية. وهناك جماعات خرجت عن القيم الإنسانية وتعاملت مع النازحين بكل وحشية. حلقتنا اليوم تتكلم عن النازحين وكيف تعامل البعض معهم. تعالوا نشوف. ادفع طيب يا اخي، حرام عليك يا اخي، ادفع حرام عليك، حرام عليك الله. يلا يلا بعد برا، يلا يلا برا برا، يلا برا انت، يلا برا 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 من عندي. نازح مش عندي، برا دليل جرحكي، دليل جرحكي، دليل جرحكي، نازح نازح. يكفي مجرد الإحساس؟ عبارات قاسية شدت انتباهنا، ولكن لم ينتشر كسر الآخرين حاجز الصمت وهبوا للمساعدة. امشي يا أخي، يلا امشي امشي، يلا امشي يا أخي، يلا يا يلا. هذا كم عنده إيجار؟ كم عنده إيجار؟ إيجار الإيجار 30,000. خلاص احنا بنلتزم عليه، احنا بنلتزم عليه، احنا بنلتزم عليه. ايش تلتزم عليه؟ نلتزم عليه، ما يصير شاك انك انا اشتري الايجار حقي يا اخي، كل مره يمكنني، ما فيش ولا اعرف انا ولا اعرف هذا الكلام. يلا والله ياخر 3-4 يوم وانا اكون نازح. اصبر نازح نازح، بنلتزم عليه. ايوه الان ما قد جبت ايجار هذا الشهر. كل احنا مسجرين طيب ما يسالوناش. ها والله ونجي ندي متى من وقت نحن وانت 3-4 ايام تفعل شغله. يا اخي ماليش دخل، انا بزو اجل له انت مستاجر. والله انا ميل اسجل، انا اشي اجل له انت. والله انا ميل اجل، والله انا ميل اجل. اجل له، انا اشتري الايجار حقي، انا اشتري الايجار. روح يا اخي تعال كذا، شوف تعال كذا، ما تدخلش بيتي، ما تسكنش عندي يا اخي. ما تسكنش عندي انا يا اخي، الضابط خميته منين انت؟ ماليش دخل بك، ماليش دخل يا اخي. يا خير الرحمه الله يعطيك. ايش اسوي له؟ ارحموا انتم، ما ارحموا انتم، ارحموا انتم. انا قد رحمته انا واجرت له وليأخر الايجار. واحد بس يا ابو واحد، عيب على يا ابو واحد يا اخي. امشي ماليش دخل، يلا بنت منا، يلا يلا امشي، ماليش دخل انا. برجني الايجار يا اخي، نازح يديني الايجار، ايجار شهر، ايجار عندي، يديني الايجار حقني، اديها لك انا خلاص. انت تدي الايجار. شوف اسمع، يرجع هناك ان شاء الله. ماشي يا اخي، برا يا اخي، روح عند النازحين. نازح روح عند النازحين، مش عندي انا. برا يا اخي، ادالي الايجار. ايش فيك يا اخي؟ ادالي ايجارين. طيب اصبر علي، جيب لي الايجار، جيب لي الايجار. من ايجار صلي على النبي، جيب لي الايجار حقين. مع السلامه يا اخي، يلا. طيب ظروف البلاد والوضع حارب، لكن ارحمك ارحمه. ما يفهمش التوسل. طيب ايش اسوي له؟ وين الرب ليش نفسك امامه؟ ما يستاهل شر مع الرجال. اتق الله يعني.
لا اله الا الله. انا روح عليك روح عليك، لا اقول لك روح عليك ولا حتى ثانيه واحده. روح عليك. من لا مهله ما تخرج شاكر اذان. ايش اعمل من لا له؟ مهله قاعد عملتوا له 3 ايام. من لا شاهد. عملتوا له 3 ايام. ارجع كذا ارجع كذا ارجع كذا يلا بالراحه كلها. من لا شاهد. قاعد عفلت يا اخي من لا شاهد. صلوا على رسول الله. صلي على النبي، صلي على شوف. النبي، صلي على النبي. طيب اسمع، انت صاحب البيت. طيب بهدوء. ايوه ايوه عنده ايجار. ايوه الدنيا دوار على الكبير والصغير. ايوه صلي على النبي. عليه الصلاه اليوم والسلام. انت معك اعمال غدوه مش معك شيء. تمام. الناس نازح حال تعبان مع عوائل، لانه واحد يطردك عوائلك وحريمك. تصور انك مقامك، تصور انه مقامك. يا اخي اعتبرها اروح اسكن باي مكان. اروح اسكن باي مكان. اعتبرها زكاة تروح. دحين سهل عليك، انت معك سهل عليك. يا اخي الزكاه كل واحد يعلم الله من يزكي ومن ما يزكيش. هذا خلى على الله. اهدى. اشتري الايجار. ايجار ما عليك، عندي ايجار. انا شصت. الدنيا ما زالت بخير ما دامت الرحمة موجودة. انا قد اجرت 50,000 بدل 30. ادي 100 وقد سويت العقد. مليون. يا اخي طيب كم ايجار؟ كل شهر ياجلني ياخر يومين. كل شهر ياخر يومين 3 ايام. ارجع كذا ارجع. 30,000 مالك دخل. ادفع له يا اخي. تدفع له يا اخي. اسمعني يا اخي. ما اشتيش يروح له برا. ما يسكنش عندي. يروح عند النازحين. يروح عند النازحين. مع السلامة. يا اخي كل شهر ياخرني 3 ايام 4 ايام ياخرني 5 ايام ياخرني. يا اخي انا مع لحظة يا جماعة. روح على كلها. يروح عليه يديني الايجار حقي. يا ريت يطلع القيس. يدفع لي الايجار. يدفع لي الايجار. يدفع لي الايجار. ما تمشي ايدك. روح عليك. يدفع لي الايجار. تصرفات المستأجر بدأت تستفز البعض. شوف اسمع، لو سمحت ما تتدخل. شوف لا تتدخل. لا تتدخل. ارجع هنا بس. شوف بسحبك من داخل. والله بسحبك. شوف والله بسحبك. انا اقول لك بسحبك. اشتد الموقف، وقبل أن يحدث عراك كان لازم نتدخل. يا اخي شيء مش تمام. يعني لما تشوف أسرة نازحة وحالتهم تعبانة وهاربين من حرب، تقوم تطردهم تشوفهم حالتهم يعني زي الزفت، تضغط عليهم صاحب البيت على شوية مال. نحن أبوها بالحذاء. ولو 100-200 ألف سهل. أما يجي يخرجهم من البيت والأخ يقول نازح، ما يصح الخبر هذا. فهذا الوضع يعني يخلينا يستدعي ان احنا ندخل كل الناس صغير وكبير انهم يساعدوا هذا النازح وما نرجموش للشارع في اي وقت. قد تكون احيانا في موقف قوه، فراعى الناس، ارحم الناس. قد يوم من الايام تدور الدائره عليك ويدور الزمن عليك وتكون في موقف ضعف. والله انا احيانا كنت اتاثر، لما احيانا كنت اتاثر بامانه نزل بساعتين تلك الساعات. مو مرايفين. انا كنت نازل سلم الايجار له وانا قاعد على الطريق. لو يشتي بيته بس هذا ظرف طارئ للوطن كله، اذا ما نتحمل صاحبنا محافظه ثانيه فيعني ما عاد نسجل القدر المطر والله. يعني بو بس يعني ما يوصلش انه يسحبه وعائلته، هذا جافه وجهاله من الشارع. يمكن يصايح، والرجال لما انه يصايح هو وعائلته يسلحوا من الشارع ما اعتقدش انه توصل للدرجه. اتوقع الانسان اللي ما يحش بالاخرين ومعاناه الاخرين ممكن يفعل اكثر من هذا. يعني اصحاب البيوت طبعهم هو كذا، يعني ما هوش الا موقف، بس ان شاء الله رساله توصل للكل انه الموقف هذا ما يتكرر، واحنا يمنيين. دورنا كمجتمع انه التراحم والتعاون ونصح الناس، لان البلد تمر في محنه، يعني محنه كبيره، وبالتالي لابد من جميع افراد المجتمع ان يتكاتفوا من اجل تعدي المحنه. الذي ادى الله المال هذه نعمه، اذا ما يعني يفعل بها الخير لاخرته ويندم دنيا واخره ان شاء الله. الجميل اللي يصنعه الانسان بيرجع له يوم ثاني له او لاولاده. نتكاتف، اللي معه دكان يفتح للنازحين، واللي معه بيت يفتح للنازحين، واللي معه اي حاجه. ده مسكن لوحده يدخل من كان عنده في البيت، حتى السطوح افتح بيدي للسطوح، اضرب اخيم اي نازح يجي اهلا وسهلا، البيت بيته باي مكان. لو نقسم حتى البيوت نصفين ويسكنوا النازحين بلاش، لما يفرج الله على اليمن هم يرجعوا يدوا معاشات ويصرفوا الناس على الايجارات ويصرفوا كل شيء. ارحموا الناس ترحموا، والرحمن فوق الجميع، والرحمن فوق الجميع، والرحمن فوق الجميع.